اصحي يا آخرة صبري. عاوزة ايه يا ماما؟ بتصحيني ليه؟ أكون يعني بصحيكي ليه؟ وراكي وزارة وانا معرفش؟ يا شيخة توكسي، ده اللي قدك بقى معاه عيل واتنين. يا دي اسطوانة يوم الخميس دي وراها ايه يا ماما؟ قومي يا بت، عاوزاكي تشيلي السجاد كله وتغسلي. سجاد؟ سجاد ايه يا ماما؟ ما انا لسه غسلاها الاسبوع اللي فات. هو كده افترا؟ وبعدين بسليكي بدل ما انتي قاعدة لا شغلة ولا مشغلة. هو انا كنت اشتكيتك يا ستي؟ انا كيفي كده ويلا بدل ما انزل الشبشب عليكي. يوه، انتي بتعامليني كده ليه؟ هو انا مش بنتك؟ اه مش بنتي، احنا لقيناكي قدام المعبد اليهودي. ولما انا مش بنتكوا بتشحطوني معاكوا ليه؟ ما كنتوا تسيبوني قدام المعبد. هو انا اشتكيت ولا طلبت حد ياخدني؟ ملحقتش اكمل كلامي ولقيت سلاح الام المصرية لازق في وشي. قومي عشان المرة الجاية هتجيبي الحزام. حاضر حاضر. قمت اهو. أنا خديجة، عندي 25 سنة، عايشة مظلومة ومقهورة في البيت ده بقالي كتير. اه والله. يلا، هما زي عيلتي برضو. واقفة عندك مستنية ايه؟ ده صوت الست الوالدة الحاجة مديحة. المهم اني عديت ال25 سنة ولسه ما اتجوزتش ولا حتى اتخطبت. امي كل مرة تنكد عليا بكلمتين ان العرسان بيجوا مرة ويهربوا. طب انا اعمل ايه يعني؟ ده نصيب وانا مالي انا. وربنا لو ما اتحركتي من مكانك لرمي السرير فوق دماغك. طب ليه الخساير بس يا امي؟ انا قمت اهو خلاص. اخر النهار. يا وسط اللي اتكسر فيها ايه لو نغسل السجاد مرة واحدة زي باقي الخلق؟ ولا هو افترا وخلاص؟ انت لسه هتقعدي؟ قومي شوفي الاكل اللي على النار. حاضر بس يا ماما استريح شوية. ده الفقرات كلها دخلت في بعض اقسم بالله. يا اختي، هو الاكل هيستناكي لما تستريحي والرز ما يتحرقش؟ حاضر قمت اهو. انا بس يا رب ايه اللي وقعني في ام العيلة دي؟ ما كنتش وقعت في عيلة ابو هشيمة مثلا. تاني يوم الصبح، جوجو حبيبتي يلا يا روحي صباح الخير. عفريت عفريت يا ماما. عفريت ايه يا بنت المجنونة؟ انا امك. امال ايه اللي على وشك ده؟ ده ماسك. قومي بيلا علشان احطلك منه. امي، يعني انت عاوزة تقنعيني انك مصحياني من النوم عشان تحطيلي ماسك؟ قومي وبلاش غلبة عشان نلحق نخلص اللي ورانا عشان في ضيوف جايين النهاردة. ضيوف؟ ضيوف مين دول؟ احنا ما بيجيناش ضيوف من ساعة الحرب العالمية التانية. ما البركة في ابوكي يا اختي اللي على طول مكشر ومكره الناس تجيلنا. سيبك من سعيد والعيلة دي وقوليلي مين اللي جاي. فاكرة الخطبة اللي أخدت صورتك الأسبوع اللي فات؟ هو انت لسه بتصدقي الحاجات دي وإنها هتجيب عريس وكده؟ لا طبعا، الحاجات دي انقرضت. لا ما انقرضتش يا آخرة صبري، وهي جايبالك عريس النهاردة يا بت. لا يا شيخة. طب مش كنت تقولي كده عشان الواحد كان يصحى على خير؟ خير حلو. هو انت مدياني فرصة اتكلم من ساعة ما صحيتي وانت هبيتي في وشي زي البوتاجاز. متأسفين. المهم العريس ده شكله ايه؟ طويل قصير اسمر ابيض تخين رفيع؟ معرفش يا اختي، لما يجي يبقى شوفيه يا رب بس يكون من نصيبك. يا رب يا ماما، يا رب يكون من نصيبي وياخدني من البيت ده على خير. في الليل جه ومعاه العريس المنتظر. انا مستنية اللحظة دي من قرن. العريس جه وهو ومامته ومعاه طبعا طنط عفاف الخطبة. دخلت وسلمت عليهم، قال يعني مكسوفة وكده، وقعدت. بعد ما قدمت العصير وبعد شوية لقيت أمي بتقولي: قومي يا خديجة يا حبيبتي فرجي عريسك على البلكونة. بلكونة؟ بلكونة جديدة دي مالها البلكونة؟ ما هي زي أي بلكونة فيها توم وبصل ومشابك الغسيل. ماما ساعتها برقت لي، فقمت على طول قبل ما تقوم حرب في البيت. أول لما دخلنا لقيته بيسألني: انت مش شايفة ان اسم خديجة ده قديم شوية؟ طب ما انت اسمك حنفي الزعبلاوي كنت تتكلم. بس انا راجل وما يعبنيش حاجة، وانا ست برضه وما يعبنيش حاجة. اه. طب في حاجة كمان، انا شايف انك تخينة ومحتاجة تخسي. بصراحة اتغصت من كلامه وقلت: وانت القرعة بتاعت سيادتك دي مش ناوي تزرع شعر ولا ايه؟ ولا ناوي تسيبها عريانة كده كتير؟ وقال: ده مش اسلوب حوار ده على فكرة.
قلت له قول لنفسك الكلام ده مش ليا، على فكرة أنا هقوم وامشي وانت اللي خسرانة. بعد لما شفت القرعة دي ما اعتقدش أنا قاعدة في بيت أبويا معززة مكرمة، مش واحد يجي يقول لي خسي وتخني. العريس طبعا خد الكلمتين في جنابه وطلع خد أمه وطنط عفاف ومشي. وأمي ساعتها مسكتني من ودني وقالت، قلتله ايه الله يخرب بيت سنينك خليتيه يهرب كده. يا ماما ودني أنا ما عملتش حاجة، ده هو اللي خسران، بكرة يجي راكع تحت رجليا وبيقول أنا ندمان. ساعتها جرس الباب رن، ماما سابتني وأنا قلتلها شفتي مش قلتلك هيرجع ندمان، افتحي يا ماما ودخليه. شفتي مش قلتلك هيرجع ندمان، افتحي يا ماما ودخليه. وانا هفكر وهعيد النظر في الموضوع. راحت ماما عشان تفتح، لقيت فعلا العريس. رحت له وقلت له خلاص ما تزعلش، انا سامحتك عادي، في رجالة كتير قرع مش حوار يعني. ها، تحب نعمل الخطوبة فين؟ قرع ايه وخطوبة ايه اللي هنعملها؟ لما تقولش جواز كده على طول. جواز ايه انت كمان؟ انا جاية اخد البطيخة بتاعتي. بطيخة؟ بطيخة ايه يا ابن البطيخة؟ لبسته البطيخة في دماغه، بصراحة يستاهل. هو في حد يروح يتقدم لواحدة وياخد معاه بطيخة؟ بعد يومين طنط عفاف جت ومعاها عريس تاني، يا بركة دعاء الوالدين. بس عريس ايه انما ايه بقى، قيمة كده وبيشتغل محصل كهرباء قد الدنيا. دخلت بالعسير كالعادة، لكن اتفاجئت بيه انه قصير وبكرش. مش مهم، اهم حاجة الاخلاق. وكالعادة دخلت افرجه على البلكونة ولقيته بيسألني تحب مين فينا يمسك مصروف البيت؟ قلت له مش شايف ان السؤال ده بدري عليه شوية، بس نعتبر مثلا انا اللي همسكه. تمام. تقدري تحددي لي المصروفات بتاعة الشهر قد ايه؟ مصروفات؟ مصروفات ايه، هو احنا في حصة حساب؟ طب تقدري تستحملي لو كان مصروف البيت 500 جنيه في الشهر؟ 500 جنيه؟ 500 جنيه وجاي على نفسك كده ليه؟ ما تبحبحها شوية. واعملي حسابك من دلوقتي، انا مش هصرف فلوسي على بامبرز والكلام ده. بامبرز هي وصلت لكده؟ وكمان انا باخد في التموين بتاعي كيسين سكر ورز وازازة زيت. انت بقى بتاخدي ايه؟ باخد على دماغي. نعم. بص يا استاذ ناصع ولا ناصع البياض انت، انا كنت راضية بيك وبكرشك لغاية ما جت سيرة التموين. لا حضرتك كله الا التموين، وبصراحة حسيتك داخل على طمع. انا برضو اللي داخل على طمع، من ساعة ما دخلت بيتكو وانا حاسس بكرشة نفس. دي اعراض الجلطة يا اخويا خلي بالك. انا مش متفائل ولا انا بصراحة، يلا بقى روح اشرب لك حاجة سخنة ونام وهتبقى زي الحمار. هما مش كانوا بيقولوا زي الحصان برضو؟ لا في حالتك دي حمار ما تقلقش. العريس خد بعضه ومشي كالعادة، وما خلصتش من ماما وكلامها كالعادة برضو. المهم تاني يوم قررت انزل ادور على شغل بدل قعدة البيت دي، ورحت قابلت البت ليلى صاحبتي، ورحنا على الشركة عشان نقدم فيها. وقالت لي واحد، بقولك ايه يا اخ، هي الشركة دي محتاجة موظفين؟ اخ؟ طب ما تزعلش يا اسطى، المهم عاوزين ولا لا؟ اطلعي اسألي لأيش فوق وهم يقولولك. طب ما تقول كده من الأول بدل الفرهدة، اوف ده انت رغاي قوي. عبيطة دي ولا ايه؟ مرضتش اعطل نفسي اكتر من كده وطلعت عشان اقدم، ودخلت الايش اللي سألتني شايفة نفسك فين بعد 5 سنين؟ في بيت جوزي ان شاء الله، اصل بصراحة لو قعدت اكتر من كده في بيتنا امي هتنفخني. وانا مالي ومال امك ولا بجوزك، انا بسألك سؤال واضح، ايه طموحك خلال ال5 سنين اللي جاية؟ مش تقولي كده، بصراحة اعمل مشروع ويكون ليا مرتب كبير كده وابقى سترونج مونج. اطلعي برا. ايه انا قلتها غلط؟ برا. طيب برا برا بالراحة على نفسك. وطلعت لقيت البت ليلى مستنياني. ها، عملت ايه؟ انا رفضت اشتغل معاهم. ليه كده بس؟ لا ولا حاجة، المهم انت عملت ايه؟ قدمتي؟ و ولا بلا فخر اترفضت.
بصي يا صاحبتي، أنا وإنت خسارة في البلد دي. تعالي بقى أما أعزمك على عصير القصب بعد أسبوع. حاضر يا ماما، دي المرة 130 اللي تعيدي فيها الكلام ده. اديني وقلتلك وخلاص، علشان ملاقيش العريس ده طفش زي الباقي. المرة دي العريس مهندس قد الدنيا وزي القمر. بجد يا ماما شفتيه؟ الست عفاف ورتني صورة ليه. يلا نجسي بقى وجهزي، بدل ما انت شبه المدمنين كده. ماشي يا ماما، الله يسامحك. بعد شوية، قوليلي يا خديجة، لو قدامك 3 أبواب، الفلوس والصحة وأنا، هتختاري ايه؟ أكيد مش هختارك انت يعني، أنا صحتي عندي بالدنيا. طب لو شلنا الصحة وحطينا العلم مكانها، هتختاري ايه؟ الفلوس. اصلي نفسي اشتري عربية زي بتاعة البت مديحة بنت خالتي. طب لو شلنا الفلوس تختاري ايه بين العلم وانا؟ العلم طبعا. لقيته تعصب وقام وقف وقال: طب بعد اذنك، انا مروح. استنى بس، انت مالك عصبي كده؟ الكلام اخد وعطا. عطا دي تبقى الست الوالدة، ويبقى قابليني لو حد رضي بيكي. انا ساعتها اتعصبت والدم غلي في عروقي، وما حسيتش بنفسي غير والفازة رشقة فوق نافوخه. لقيت ماما صوتت وقالت: يا لهوي، الجدع مات يا خديجة. وبعد أسبوع، العريس اللي مش عارفة رقم كام، بس المرة دي العريس كان غريب قوي، وكان مركز على المانجا أكتر مني. أحم، ازيك يا بوش مهندس؟ مردش. يا أستاذ، هو العصير عجبك قوي كده؟ برضو مردش. هو انت ما بتردش عليا ليه؟ عندك مشكلة في السمع ولا حاجة؟ بشرب العصير يا أنسة، هرد عليك ازاي؟ طب بالهنا والشفا، بس يعني عاوزة ايه؟ كلمني عن نفسك شوية. عويسي ده ولا بدبدية؟ هي ايه دي اللي عويسي؟ المانجا. معرفش والله، هبقى اسألك الحاجة. تعرفي ان احسن انواع المانجا هي الفص؟ فص؟ بقولك ايه، حط العصير كده وركز معايا انا شوية. انت مش قاعد في الوكالة هنا؟ اهدي شوية يا انسة، احنا بنتكلم عادي يعني. طيب اهو بنتكلم. احكيلي عن نفسك، بتحب ايه بتكره ايه، خلينا نخلص. اكتر حاجة بحبها هي المانجا، اكتر من اي عصير تاني، وبحب اكلها كمان. وما اقولكيش بقى بزروة الدنيا، بس ما تقلقيش انا بنضف مكاني. بتزروت؟ ممكن تسيبك من المانجا عشان انا كرهتها؟ قسما بالله انا ساعتها كان نفسي امسك سكينة الفاكهة وارخمله على نفوخه واشوف فيها ايه. بس اتفاجئت لما قال: انا اكتر اكلة بحبها قوي هي المحشي، بس مش كل الانواع. عندك مثلا ورق العنب ده روحي روحي روحي، لكن ماليش في الكرنب قوي يعني، عشان بيجيب لي انتفاخ. الهي تنتفخ يا رب. وقال: ايه يا بنتي، انت زعلتي من المحشي ولا ايه؟ خلاص خلينا في الملوخية. تصوري وانا صغير كانت امنية حياتي ان امي تعمل لي سندوتشات ملوخية. هو انت عندك خلهبل؟ اه، بس انت عرفت منين؟ لا، ما هو واضح ان العيلة كلها لسعة. ليه كده بس؟ طب بلاش الاكل خالص، نتكلم في حاجة تانية. ايوه بقى، انا عاوزة الحاجة التانية دي بقى. تعرفي ان سامي صاحبي لسه متجوز من كام شهر، ومراته كمان حامل؟ وانا مالي ومال بسامي ده كمان؟ استني بس، ده متجوز عن حب، اصلها كانت معانا في الكلية. يا لهوي، يخرب بيتك على بيت سامي في ساعة واحدة. طب خلاص بلاش سامي، انا ممكن احكي لك عن مراد ولا ممدوح، ولا الاتنين احسن من بعض. اطلع برا. نعم، اطلع برا بدل ما امسك السكينة دي واشقك نصين. اهدي بس يا أنسة، السلاح يطول. ده مراد ده أكتر واحد محترم فينا، والوحيد اللي مش بيشرب سجاير فينا. ما أنا حسيت بكده برضو. انت شكلك ضارب كام سيجارة قبل ما تيجي، صح؟ لا، أنا مش بشرب سجاير. أمال بتشرب ايه، مانجا؟ لا، بشرب شيشة برا. تاني يوم كنت قاعدة في أوضتي، ولقيت بابا جاي يقولي: مالك يا حزينة قاعدة كده ليه؟
بص بقى يا بابا، انا زهقت من حوار العرسان ده. طب يا بنتي هنعمل ايه؟ بس انتي طولي بالك شوية. بذمتك يا بابا، شوف بذمتك، انت شفت واحد فيهم عدل؟ بصراحة لا. شفت؟ يبقى خلاص، اقعد كده من غير جواز احسن. المهم، انا كنت عاوزاك في موضوع كده. انا كنت مقدمة ورقي في كام شركة، والصبح في شركة كلمتني وقالت لي اني قبلت. طب وامك يا حلوة هنقنعها ازاي وهي مصممة تجوزك الاول؟ يا حاج خليك مسيطر كده، وقف وقل لها الجوازة دي لا يمكن تتم. وبعدين يا اختي انام على السلم مش كده؟ يا حول الله. صدق صعبت عليا يا حاج. ساعتها ماما دخلت علينا وقالت: انتوا سايبيني وقاعدين هنا بتقولوا ايه؟ قومي يلا علشان الناس اللي جاية. طيب حاضر، انا قايمة اغير هدومي كده. يا حاج بتبيعني؟ بالليل العريس رقم 10 جه، بس المرة دي قلبي مرتاحلوش ابدا كده، في الله في الله. وقلت له: هو انت مسرح شعرك على جنب كده ليه؟ ايه ده، هو مش عاجبك ولا ايه؟ لا بصراحة جميل خالص. شكرا. انت عندك كام سنة؟ 25 سنة. وانت؟ 28 سنة و3 اشهر و7 ايام و12 ساعة. لا ده ايه قوي، امال ايه الالوان دي كلها؟ ده انا جالي حول في مشاعري يا شيخ. اصل انا بحب الالوان كلها. ما انا خدت بالي برضو. طيب بتشتغل ايه؟ بصراحة انا لسه بدور على شغل، بس ماما قالت لي اني 1000 شركة تتمناني. اه، دي زي 1000 بنت تتمناك كده. ايوه دي لسه ماما قايلها لي قبل ما نيجي. بص يا اسطى حزلقوم، اسمي زعتر. ما فرقتش زعتر من بعتر الحقيقة. المهم، انت هتطلع دلوقتي تاخد الست الوالدة وتورينا جمال خطوتك. افهم من كده انك بترفضيني وهي ليها معنى تاني؟ ويلا بقى علشان احنا بننام بدري. لقيته بصلي بقرف وخد صينية البسبوسة وخلع. يلا بقى مفيش نصيب. تاني يوم صحيت بدري عشان اروح الشغل، والحمد لله اول يوم عدى من غير كوارث. لكن وانا مروحة البيت وقفني واحد وقال: يا أنسة، ممكن لو سمحت تقريلي الورقة؟ انت حرامي صح وجاي تخطفني؟ اخطفك ايه يا أنسة؟ بقولك اقريلي الورقة. مش عيب على شحت زيك ومش عارف يقرا؟ يا أنسة أنا دكتور على فكرة. هو في دكتور مش بيعرف يقرا؟ انت فاكرني عبيطة ولا ايه؟ لا خد بالك انا محنكة جدا. محنكة؟ ما هو لو تديني فرصة اتكلم كنت اتنيلت وقلتلك اني ناسي النضارة بتاعتي. ازاي دكتور يمشي من غير نضارة؟ انت عاوز تموت المرضى؟ هات الورقة، انا مش عايز حاجة. انا هشوف حد تاني يقراها. استنى طيب، انا كان نفسي اساعدك. بعد ساعة وصلت البيت ودخلت الأسانسير، ولسه هيقفل لقيت واحد داخل يجري على باب الأسانسير ودخل. انت تاني؟ ده انت مصمم تخطفني بقى. اخطفك ايه؟ هو في حد يبصلك اصلا؟ لا، ما انت مش هتقولي ان دي صدفة. لا انت ماشي ورايا وعاوز تخطفني. يا ستي أنا طالع الدور السادس عند الأستاذ شفيق. أبويا؟ ناوي تخطف أبويا؟ اللهم طولك يا روح. اتصلوا بيا وقالوا إن في مريض في العنوان ده. ما صبرتش وجريت على الشقة، فتحت ودخلت وعرفت إن ماما هي اللي تعبانة. ولما الدكتور خلص كشف لقيت ماما بتنادح عليا وقالت: اسمعيني يا خديجة. سلامتك يا ماما، هو الدكتور قال عندك ايه؟ اسكتي واسمعي. انت لازم تتجوزي على العريس اللي جاي النهاردة. عريس؟ عريس ايه يا ماما؟ هو ده وقته؟ انت في ايه ولا ايه؟ وقته. انا ضغطي عالي والدكتور قال ان العصبية وحشة عليا. بعد الشر عنك يا ماما. المهم، لازم تتجوزي قبل ما اموت عشان ابقى مطمنة عليكي. يا ماما ما تقوليش كده. اسمعيني وما توجعيش قلبي. انت لازم تتجوزي ايمن ابن طنط سعيدة.
إيه؟ أيمن؟ أيمن ده بطرس، عادي بكرة يخس. طيب ده أقرع إيه بكرة نزرع له كمان؟ أهم حاجة الأخلاق. طب أنا شفته بيشرب سجاير مرة، أهو أخلاقه زي الزفت. يا بنتي ده كان في إعدادي. يا ماما ده بيلبس الهدوم بتاعة أبوه من قبل حتى ما يموت. وإيه المشكلة يعني؟ ده كفاية إنه لسه بيبر أبوه بعد لما مات. بص من الآخر كده يا ماما، أنا لا بحبه ولا بطيقه. يبقى على بركة الله، وألف ألف مبروك يا حبيبتي. بعد كام يوم ماما الله يسامحها صممت إني لازم أتجوز أيمن ابن سعيدة. ومش كده وبس، لا ده الفرح كمان شهور. أنا قررت أروح أقابله من وراهم عشان أخلص من الوقعة السودة دي. أيمن أنا عاوزة أعترف لك بحاجة. قولي يا خديجة. أنا مش عايزة أتجوزك ولا طايقك من أساسه. ياه ومين سمعك؟ حيت كده. انت تروح لأمي تقول لها كل شيء اسمه ونصيب ونفسخ الخطوبة. يا سلام يا اختي، وليه انت ما تقوميش بالمهمة دي وتروحي لأمي وتفسخي انت الخطوبة؟ اللي هو انت طلعت مغصوب انت كمان ولا ايه؟ اه يا اختي مغصوب ومحروم من الميراث لحد لما تنيل واتجوزك. لا إله إلا الله، لا تصدق صعبت عليا يا ابني. ده أنا حالي يصعب على الكافر، ده أنا ساعات ببات من غير عشاء. يا ضنايا يا ابني، طب أنا حالي يصعب على مين دلوقتي؟ ده أنا قربت انتحر. يبقى على بركة الله وتبقى عملت فيا خير وعايش حزين عليكي. يا ابن الورمة بقى انت عاوز نموت عشان تخلع انت؟ أيوة، وأوعدك إني هزرع لك صبار على قبرك، بس اتكلي انت على الله. بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهوني، اللي هو انت منهم. انت الخسرانة، ده أنا كنت ناوي أعملك كل دير تمر هندي على روحك، بس الظاهر إنك ملكيش في الطيب نصيب. ربنا يوعدك بجاموسة هبلة. بعد شهر تم الفرح والعريس أخدني على عش الزوجية وقال: مبروك يا خديجة، مبروك في عينك. انت صدقت ولا ايه؟ هي كلها شهر ولا اتنين وخلعك وبهدلك في محاكم الأسرة. طب ليه كده بس؟ ده أنا كانت العرسان علي زي النمل، بس هو البخت بقى. لما أنا عارف ده انت أخبارك كلها عندي بأمارة طنط عفاف. هي بإحراج. طب وسع كده عشان عاوزة أنام، ده انت رغاي قوي. بعد شهرين: أيمن، أيمن يا حبيبي انت لسه عايش؟ عايش. انت اتهبلتي يا خديجة؟ حد يسيب الأكل على النار ويقعد يمسك التليفون؟ بصراحة اندمجت وأنا بلعب. بتلعبي؟ بس سيبك تعرفي إن وشك حلو قوي عليا. ليه بقى؟ جالي عقد عمل في الكويت والمفروض أسافر بعد أسبوع. طيب وأنا؟ طبعا هتيجي معايا. أصل ما هو أنت المفروض تطلقني بعد أسبوع. أنت عبيطة، أنا عمري ما هسيبك. بجد يا أيمن؟ أمال إيه الحوار إنك متجوزني عشان حوار الورد وكده؟ لا أبدا، ده كان حوار كنت بضحك عليكي بيه عشان أتجوزك. يا ابن الذين، وليه الغلط طيب؟ انت عارفة يا خديجة أنا بحبك من امتى؟ لا ما تقولش، من 5 ابتدائي لما ضربت الولا محمود عشاني. أيوة ما انت فاكرة اهو، أنا قلت نسيتي. ما هو بصراحة أنا أعجبت بيك من ساعة الموقف ده. طيب ودلوقتي؟ أحم، يعني شكلي هحبك.